السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم ودي قناتي اسرار الطبخ مع مريم. يا ريت اللي يشوفني لاول مره يشرفني بالاشتراك ويعمل لايك. ويا ريت حبايبي يدوس على الجرس على كلمه الكل عشان يوصل مني كل جديد ان شاء الله. ويا رب حبايبي كل حاجه اعملها تكون بتنول كده اعجابكم وتشرفوني وتكتروني في القناه. على عيني وراسي طبعا حبايبي، وبحبكم في الله جدا جدا جدا. كيكة ال5 معالق ببيضة واحدة و5 معالق، 5 معالق دقيق، 5 معالق سكر، 5 معالق زيت. بصوا تعالوا نشوف الطريقة ونسمي بالله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا حبايبي معايا بيضة وذرة ملح، كيس فانيليا، و5 معالق سكر. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. هنا هضربهم مع بعض لغاية ما ادوب السكر واللون البيض يفتح. مش محتاجة مضرب، بالمضرب اليدوي. يعني كيكة سهلة جدا جدا. معايا 5 معالق زيت، ولازم الزيت يكون زيت نظيف ملوش ريحة ومش مكمكم. ومعايا 5 معالق لبن، معالق يا حبايبي من المعالق الكبيرة اللي هي بتاعت الرز. بس هضربهم في بعض. هحط شوية خل صغيرين خالص، نص معلقة صغيرة، لأن الخل بمثابة محسن وبيفتح الكيك. أنا عندي حبايبي 5 معالق دقيق، هنزل عليهم بمعلقتين كاكاو. وكمان هحط كيس فانيليا، كيس فانيليا ده 16 جرام. هنا بضربهم مع بعض. لو لقيتوها تقيلة معاكم حطوا حتة لبن صغير. طبعا انتوا على حسب القوام اللي انتوا عايزينه. بصوا حبايبي، يعني تقدروا تقولوا عليها جاتوه، تقدروا تقولوا عليها كيكة ال5 معالق. بصوا حبايبي، انا الصينية دي كبيرة. انتوا ممكن تعملوها في صينية مقاس 24. نيجي للخطوة التانية. هنا معايا نص كيلو لبن، ومعلقتين دقيق، ومعلقتين نشا. وهقلبهم في بعض كويس لغاية ما ادوبهم كويس خالص. دي اول خطوة. وكمان هحط لهم كيس فانيليا، بس انا هنا نسيت ما احطه، هحطه بعدين. معايا كوباية سكر على النار هكرمله. هحطه على النار على نار هادية، هخلي السكر يكرمل. اهو هنا الفانيليا هحطها في اللبن والنشا والدقيق وحركنهم. انا هحتاجهم بس مش دلوقتي. هنا هكرمل السكر على نار هادية كده وبالراحة يتكرمل. طبعا هقلبه عشان خاطر يسيح وكله يسيح في بعضه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تنسونيش يا حبيبي بالله عليكم في اللايك. اللايك بيرفع من روحي المعنوية أولا، بيخليني أقدر أعمل وصفات. الوصفات دي يا حبايبي مكلفة، وأنا يعني بصرف عليها وكده. هي اقتصادية بس برضك يعني بيتصرف عليها. بس يا حبيبي هنا السكر دب معانا ساح. فياريت يا حبايبي، والله اقسم بالله انا لغايه دلوقتي ما اخدتش يعني قرش من اليوتيوب، يعني لسه. فبالله عليكم حبايبي مش هتخسر حاجه من تحطولي لايك. انا عايزه عيلتي تكبر، انا والله بحبكم في الله. هنا هحط بمعلقه زبده او نص معلقه، يعني للمعه مش اكتر، وعشان الطعم. بصوا هحط الخليط اللي عملته معاكم اللي هو النشا والدقيق واللبن. هحطهم بس هصفيهم عشان بيبقى فيه كتل دقيق من تحت. بس يا حبايبي، وبتكلم معاكم بطبيعتي ومش بتصنع حاجة، ولله الحمد. و... والله وبتعب جدا في الفيديوهات دي انا، اذا كان انا ولا اختي. فياريت تفرحوني، ربنا يفرح قلوبكم، وتشتركوا معايا في القناة وتشرفوني وتكبروا عيلتي. وكمان متنسونيش في اللايك يا حبايبي. اللايك مش بيعمل حاجة، يعني والله ما بيقرص ولا حاجة. اللايك حلو، يعني دوسوا عليه كده هيطلع لكم الوان كده غريبة. بص يا حبايبي، هنا بقى بقلب. هنا الكيكة طلعت خلاص استوت. انا اختبرتها بقلة لقيتها استوت. ما خدتش معايا يعني 35 دقيقة بالظبط.
آه طبعا الكريم كراميل تيجي معايا، خلاص طفيته. هنا معايا شوية شربات كانوا في التلاجة. انا خرمت الكيك وزيته شربات وحلتهم بالفرشة. وبعد كده حبايبي عندي صوص، اللي هو صوص البرتقال اللي انا عملت بيه كيكة قبل كده، بس انا كنت زاد مني اللون حتة فبيجي لونه فراولة. برضك هدخله في الكيكة من جوا. بس يا حبايبي، ياريت تجربوها، هتعجبكم جدا جدا. وعلى ضمانتي، والله على ضمانتي. اهم حاجة الفرن تبقى لما تحطوا الكيكة، الفرن تبقى سخنة، ساخن مسبقا. ويبقى على الرف اللي في النص عشان ما يتحرقش منكم. تدهنوها زبدة كويس في الصينية وتبطنوها دقيق. ممكن تبطنوها آه كاكاو لو مش عايزين اللون الدقيق من تحت. بس انا ما عملش معايا حاجة يعني، شربتها ما بانش الدقيق معايا من تحت. هنا هحط كريم الكراميل فوقها، اللي هو فوق الكيكة. دي الطبقة التانية. هحطه سخن. وبعد كده هدخله التلاجة ربع ساعة، هطلعه تاني هلاقيه تماسك خالص. بصوا هنا، بصوا اللمع عشان انا حطله زبدة. بصوا بيلمع ازاي. كيكة اقتصادية جدا جدا، مش مكلفة. هو اللي كلفتني، اللي انا غرمته باكو الشوكولاتة 200 جرام. بس يا حبايبي الشوكولاتة طبعا انا بستخدم شوكولاتة سما اهو. معايا 200 جرام من الشوكولاتة، ومعايا 3 معالق من الحليب الساخن او اللبن الساخن عشان الشوكولاتة تسيح. وهحط لها حتة زبدة صغيرة عشان اللمعة. ولو ما عندكيش زبدة، بديل الزبدة حطي حتة زيت صغيرة عشان تلمع. اهو هنا خلاص. وهنا طلعتها من التلاجة بعد ربع ساعة. اهو هنا اتمسكت معايا. هحط شوكولاتة وهدخلها 10 دقايق تاني عشان طبقة الشوكولاتة تتماسك. عجبت ولادي جدا، اقسم بالله يعني انبهروا بيها. لو كل يوم عملتها هياكلوها. انا والله بفرح لما بعمل حاجة وبتعجب ولادي، بحس ان انا عملت انجاز كده. بس يا حبايبي هنا هفرغ الجوانب عشان لما اطلعها ما تلسقش. بصوا الشوكولاتة ازاي، بصوا سايحة ازاي، جميلة جدا. يا ريت تعمليها تقولوا لي رأيكم في الكومنتات يا حبايبي. الكومنت بيفرحني والله. بحس ان انا يعني عندي قبول وكده. وقولوا لي لو عايزين اي وصفة، اي حاجة عايزينها مني اطلبوها وعناية ليكم. بس يا حبايبي بصوا هنا ايه تقولي جاتو آه كيكة جميلة جدا. يعني دي لو جبتيها من برا هتغرمك كمشة فلوس. بص انا بتكلم بطبيعتي ازاي، بقول كمشة فلوس. طب كلام الصعايدة ده. بصوا طبعا انا زينت هنا تزيين عشوائي. كانت فيه حباية شوكولاتة فاضلة، فانا حبيت يعني انا مش مرتبة التزيين خالص ولا في دماغي حاجة، فانا عملتها كده. انتي طبعا كل واحدة وذوقها، كل واحدة وهي عايزة تزين كيكتها ازاي. بصوا جميلة بصوا هنا بعد ما جمدت انا قطعتها، بس المقطع اللي فيه انا بقطعها اتمسح. او انا كنت فاكر نفسي بصور، فاكتشفت ان انا مش بصور اساسا. الحمد لله ان الفيديو كله ما اتمسحش. بصوا حبايبي هنا هطلعها واوريها لكم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر، اللهم صل على النبي. يا ريت حبايبي متنسونيش في اللايك وتصلوا على النبي. و يعني اتمنى انكم تدعوا لي بصلاح الاحوال. وادعوا لي بالله عليكم، ادعوا لي انا واختي. ربنا يرد تعبنا كده. احنا لينا سنتين اهو على القناة، ومش عارفة ليه بحس المشاهدات بتقل مع اني بنتعب والله جدا. يعني انتوا اخواتي وحبايبي، وانا بفضفض معاكم. ويا ريت يا حبايبي لو عجبكم الفيديو حطوا لايك. لايك ده طبعا
باختياركم انتوا، كل واحد وذوقه. ولو حاسين ان انا بتعب في الفيديوهات حطولي لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.